زي موت يعني زيرو مومنت اوف تروث، وده ريسيرش عميق جدا عملته جوجل من زمان عشان تفهم ايه اللي بيحصل قبل ما الناس تنزل تشتري حاجة على الارض، ايه اللي بيحصل من ورا الشاشة في البيهيفير بتاع البني ادم عشان قرار الشراء يبتدي يتولد جوه دماغه ويبتدي تبتدي دماغه تخليه ياخد اكشن تجاه قرار الشراء ده. فوصلوا الخلاصه بتاعه الموضوع، وصلوا ان الزيرو مومنت اوف تروث. الاول خليني اشرح لكم الفيرست مومنت اوف تروث هي اللحظه اللي اليوزر بتاعك هيمسك الحاجه اللي انت بتبيعها بايديه. يعني لو قلنا سوبر ماركت مثلا، اللحظه اللي انا همسك فيها علبه الصلصه اللي انت بتبيعها دي كده فيرست مومنت اوف تروث. سكند مومنت اوف تروث هي لما اروح البيت وافتحها وادوقها. اللحظتين دول مهمين جدا انك تمانجهم كبزنس، وانك تبقى مقدم او مديزاين فيهم اكسبيرينس كويسه وبوزيشننج مظبوط وكواليتي مظبوطه. تمام. السكند والفيرست قبلهم بقى الزيرو مومنت اوف تروث، اللي هي اللحظه اللي انا بحتك فيها بالبراند لكن ما ببقاش مسكت الحاجه. اللحظه دي بقى بيحصل فيها حاجات كتيره جدا هم اكتشفوها في الريسيرش ده، والخلاصه بتاعتها ان هم لقوا ان عشان قرار الشراء يبتدي يتفاعل في دماغك ويحركك، انت بتبقى محتاج تعمل مع البراند اون افريج 11 تاتش بوينت. 11 تاتش بوينت لمده توصل ل7 ساعات في 4 أماكن مختلفة. وليكن مثلا تشوف له حاجة على اليوتيوب وبعد كده تعمل سيرش تلاقيه طلع لك في السيرش، وبعد كده تدخل تسكرول في تيك توك تلاقيهم بيعملوا شوية فيديوهات هزار. كل حاجة من دول مكان وكل حاجة من دول تاتش بوينت، وكل تاتش بوينت ليها ديوريشن، والديوريشن ده كله بيتجمع على بعضه عشان اليوزر خزاناته تتملي ويبقى جاهز ان هو ياخد قرار الشراء. وبناء عليه هنعمل حاجات، هنفكر بطريقة مختلفة تماما في الماركتينج بناء عليه الاكسبكتيشن بتاعه الاونرز لما يجوا مثلا يعملوا ماركتنج، يعملوا ادز مثلا، وهو انه هو بيصرف فلوس عشان يظهر لحد، فالحد ده يشوف اللي هو الاعلان او الاوفر اللي هو عامله يروح يشتري دلوقتي حالا والفلوس توصل. الفكره بقى بتبقى ان ما بين ما بتحتك باليوزر لاول مره وما بين ما اليوزر بياخد الفاينل اكشن اللي هو المفروض ياخده، بيبقى فيه جيرني طويله جدا، ولازم تبقى مجهز تاتش بوينتس كافيه لليوزر ده انه ياخد قرار الشراء. وبناء عليه لازم تبني الماركتنج بتاعك والكونتنت اللي انت بتعمله والكامبينز اللي انت بتعملها ان هي تخدم الجيرني، مش انك تبقى قاعد بتدور انهي تاتش بوينت في الجيرني دي جابت جون. ليه؟ لانك كده هتبقى بتتعامل مع الموضوع زي ما في الكوره مثلا نتعامل ان كل اللي بيجيبوا جوان هم اللي هيكملوا في الفرقه. تخيل كده ايه اللي هيحصل. اكيد عمر ما كل اللعيبه هتروح تجيب جوان في ماتش، وبالتالي تاني ماتش هنبقى طيرنا نص الفرقه، تالت ماتش هنبقى طيرنا اللي باقي من الفرقه غير اللي بيجيبوا جوان. ساعتها اللي بيجيبوا جوان عمرهم ما هيعرفوا يكسبوا. في دايما في الجيرني تاتش بوينتس مش مهمتها ان هي تجيب جون، مش مهمتها ان هي تجيب كونفرجن، مهمتها ان هي تباصي كوره لتاتش بوينت تانية تخليها في وضع احسن ان الكونفرجن يحصل. ولو دماغك دلوقتي مركزه مع التفاصيل وبتسال على ثيرد مومنت اوف تروث، فهي اللحظه اللي فيها بيبتدي البني ادمين يتكلموا مع بعض على كل اللحظات اللي قبل كده والاكسبيرينس اللي هم مروا بيها والجيرني اللي هم مروا بيها. فلو ده برضو انت عامل حسابك في الماركتنج بتاعك انك مديزاين الاكسبيرينس اللي تحصل في اللحظة دي، ساعتها الموضوع بيبقى تأثيره قوي جدا.